هكذا تبدأ الأعراس في الريف اليمني بهذه الطقوس الخاصة الأكثر حضورا، لها طابع مميز لم يغادر ابن الريف اليمني. هنا في محافظة الضالع في مناطق مريس والعود، بعد إعلان العرس ينطلق الأهل والأحباب للمقيل مع العريس لأيام يتم فيها تبادل التهاني والتبريكات من الجميع للعريس، وأكثرهم لكي يسعد العريس يقوم بالرقص على دقات الطبول، ومنهم من يجلب فنانين وأنواع متعددة من الرقصة ومنها الرقصة الشعبية البرع فرحا وابتهاجا بالفرحة للعريس. بعدها يتم زفة العريس بموكب من السيارات إلى أروع المناطق في المنطقة، يتم تزيين السيارات في رحلة زفة هي الأروع، ومن ثم تتم العودة إلى منزل العريس لتناول وجبة الغداء واستئناف المناسبة بزف العريس إلى مكان المقيل. مكبرات الصوت تبقى حاضرة أيضا بفنانين عدة، لها حضور أمثال الفنان أيوب طارش الذي لا تخلو مناسبة من سماع صوته. ليلة العمر الهني طولي بفرحة هاني. ومنهم من يقوم بإحضار فنانين محليين وسط مكان المقيل يتم الرقص أيضا، تجري المصافحة للعريس وتقديم التهاني ولقاء الأهل والأحبة معه. يبقى العريس فيها هو النجم الذي يزين الفرحة، له ترش العطور وتمنح الورود والقبلات. هذه الطقوس التي تجري في المناسبات في الريف لا تختلف عن بعضها، وتبقى لها نكهة مميزة وميزة خاصة في اليمن، لأن الجميع فيها يمثلون الجسد الواحد فرحا وابتهاجا وسرورا. وعندما يحين وقت جلب العروسة إلى منزل العريس يبدأ إطلاق النار في الهواء والألعاب النارية لتضيء سماء المنطقة بهذا العرس. عادات وعلاقات اجتماعية تبقى حاضرة والحفاظ عليها يبقى قائم. ومن الملفت في المناسبة أن حضور المباركين في ساعات المساء إلى قبل لحظات الزفة الأخيرة التي يتم فيها تجهيز إحضار العروسة، يتم منح العريس بعضا من المال كعادة اجتماعية عاشوا عليها من قبل. هذه هي الطقوس تبقى متجددة يحافظ عليها اليمنيون، وكلا له عاداته وتقاليده. هذه الطقوس تبقى حاضرة في مريس والعود بالضالع والكثير من المناطق اليمنية. صالح المنصوب، اليمن، لبرنامج أنا الشاهد.